سيناء شهدت أيضا تذمر بني إسرائيل على الرب من أجل الطعام والشراب، وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما، بل تمردوا على موسى وهارون وأرادوا أن يرجموهما في سيناء. هذا كان خطاب قداسة البابا شنودة الثالث لرجال القوات المسلحة لكي ما يحسوا على أن قضية القتال هي الدفاع عن أرض مصر المقدسة، دفاعا عن التراب المقدس. وقد زار قداسة البابا شنودة الجبهة عدة مرات لكي ما يؤازر أبنائه من رجال القوات. ايوه انا كنت قدام. الكنيسة كانت بترن عليا وانا لها دور بصور وطني في حرب أكتوبر، والكنيسة تعتبر من ضمن القوى الناعمة، شأنها شأن الأزهر الشريف. وزي ما قال صديقي وحبيبي الأستاذ طارق الدسوقي، فعلا ما كانش الأزهر الشريف والكنيسة القبطية تقوم بدورها في معركة الوعي فلن يكون وعي سليم، لأن في وعي غير سليم. احنا بنبني الوعي السليم وبنبني الإنسان قبل بناء الحجر. وأتفق مع فناننا الكبير بأن كل المشروعات القومية فعلا لها هدف أمن قومي، هذا مؤكد. ولينا قائد بحسه وعقليته العسكرية والتكتيك الاستراتيجي. لست تفهم الآن، بقول لكل الناس، لكن ستفهم فيما بعد. وقد جاء الوقت لكي ما نفهم مغزى هذه المشروعات القومية. طبعا يعوزنا الوقت ان احنا نقول ان حرب اكتوبر المجيدة كانت ملحمة وفيها اختلطت دماء المصريين. أرض سيناء ارتوت بدماء المصريين. أول شهيد في حرب أكتوبر كان العقيد شفيق متري سدرة. تحية لهذا الشهيد البطل، لأنه كان فعلا أول قطرة دم تتشبع بها أرض سيناء وترتوي بها أرض سيناء. طبعا بنذكر على سبيل المثال الحصر فؤاد عزيز غالي، ونذكر أيضا باقي زكي يوسف صاحب الفكرة العبقرية، ونذكر أيضا الصول أحمد إدريس، الصول من أبناء النوبة الذي هو صاحب الشفرة النوبية التي كان لها أثرا كبيرا في انتصارات أكتوبر المجيدة. بالإجماع فإن كل أفراد المجتمع المصري فعلا أبطال، وهم الشركاء في هذا الإنجاز. طبعا أستاذتنا الدكتورة أماني، وأنا أتشرف إن أنا خريج كلية تجارة من جامعة حلوان، بالمعايير الاقتصادية والأرقام الاقتصادية، الأرقام القياسية، إحنا عايشين في رفاهية. نشوف الدخل كان إيه، ونشوف القوى الشرائية كانت إيه، ونشوف الرفاهية دلوقتي إيه، وأيام من 50 سنة كانت إيه. هنلاقي إحنا ماشيين على الطريق المستقيم، وفعلا القضاء على العشوائيات، ما كله ده تنمية للمجتمع. طبعا انتصارات أكتوبر عايزين نستلهم روح أكتوبر، روح العزيمة. طبعا قواتنا المسلحة رفعت شعار، والشعار ده ليه جذور ونص في الكتاب المقدس، نبي الله نحمية. ايه هو الشعار؟ يد تبني ويد تحمل الايه؟ السلاح. وفعلا قواتنا المسلحة بنت
ولولا قواتنا المسلحة ما كانت هذه المشروعات العملاقة كانت تحتاج مئات السنين، لأن العسكرية جدية، التزام. تحيا مصر بجيشها، تحيا مصر بشعبها، احنا كلنا شركاء في هذا النصر. واحب معلش نقطة صغيرة، حرب اكتوبر اللي خاضها الشباب، ما كل المجندين كانوا شباب في مرحلة الشباب، احنا بنحتفل ب50 سنة على مرور هذا انتصارنا في حرب اكتوبر، يعني كلهم كانوا شباب في الجيش المصري. فقوتنا في قوة شبابنا، نحافظ عليهم من الحروب، المخدرات وحروب الجيل الرابع. ربنا يحفظ مصر. مبارك شعب مصر. من مصر دعوت ابني، كل سنة ومصر بخير، ودايما ربنا يحفظها ضد الحروب وضد المكائد. أحداث غزة مقصود بها مصر، مقصود بها إيه؟ مصر، لكن القيادة السياسية هتفوت عليهم هذه الفرصة. شكرا جزيلا.